اول ملاحظه غتبدا لي على الزوجه ديالي هي ان عندها شعر الابط وعندها الشعر لتحت. هضرت معها في هذا الموضوع، قلت لها بنت الناس راه خصك تراقبي راسك، خصك ديها في راسك شي شويه، راه خصك ها شنو ديري ها شنو ديري ها شنو ديري. عطيتها يعني كنعطيها الفلوس باش دير انها تمشي دير ليبيلاسيون ولا تمشي تشري المواد باش تهلا في راسها. واش خليتها هكاك، ما حكرتش بزاف على الموضوع. هي ماشي شي ريحه خايبه بزاف، ولكن ذاك المظهر ما كيعطيكش رغبه انك دير شي حاجه في هذيك اللحظه. المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، يعني وليت تنجي من الخدمه تلقاها مجمعه هذيك السيده اللي الفوق منا مرض الجدارمي، كنلقاها جالسه مع المراه. وكانت هذيك مرض الجدارمي فين ما كتهبط كانت كدير واحد البارفان. هذا البارفان هذا ثار الانتباه ديالي. وواحد النهار وهي جالسه هي وياها سولتها، قلت لها شنو هاد سميت هاد الريحه اللي كديري؟ عافاك لما تقولي السميه لمرتي راه بغيت نشريها ليها راه عجبتني. قالت لي واخا المراه ديالي ما عجبهاش هاد البلان انني نهضر مع المراه. قلت لها راه غير عجبتني هذيك الريحه وما كرهتش نشمها فيك انت. ناض بيناتنا واحد النقاش، من بعد عاد قدرات تفهم هي هذيك الهضره ومشيت شريت لها هاد البارفان ولات كديرو. غير هو مرتي قليل فين كنشوفها كدوش، وبعد مرات تكون فيها العاده الشهريه وكتخلط الريحه ديال ديك العاده مع الريحه اللي شريت ليها، وكيخرج واحد البارفان اخر اللي ما يقدرش الانسان يشمو. كندير ليها الملاحظات، كنحاول نهضر معها بلا ما نحرجها وبلا ما نجرحها. ولا هاد السيده بغات تفهم. انا كنجي في اللحظه اللي انني غنعيش مع مرتي السعاده كنلقى واحد المظهر اللي ما كيعجبنيش. او دين عليه الشيطان، سيري للصالون ديري ليبيلاسيون ديري كذا وتهلاي في راسك وتهلاي في كذا وتهلاي في كذا. وانا عليه الشيطان هاد المراه هادي واش كديري واش كتفعلي وتهلاي في راسك وخلينا فين والو. هاد السيده هادي راسها كالحجره، هي تدير داكشي اللي في راسها. مره تحيدو 20 مره ما تحيدوش، مره تدوش مره ما تدوش. واش عندها شي اكتئاب واش مريضه؟ حاولت نبحث في الموضوع معها. قلت لها غير قولي لي شنو السبب واش كاين شي انسان كيبغي يجلس بهذيك الريحه ديالو اصاحبي؟ واش عندك شي مشكل نفسي؟ لا ما عندي والو، انت كيجيب لك الله. غير انا كنعكي شي شويه صافي ان شاء الله غادي نقاد الامور. غير صبر عطيني شويه ديال الوقت وانا غادي نقاد الامور ديالي. غير ما تبقاش تحكر بزاف. انا داك المظهر ما كيعطينيش رغبه في السيده، وليت كنمنك، وليت ما بقيتش كنفكر انني ندير معها شي حاجه. واللي غيزيد طين بالله هو انني واحد النهار توصلت بواحد الميساج: السلام عليكم انا جارتكم، لاباس عليك بخير؟ خديت النمره من التليفون ديال مرتك، ها فكره بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مهم كيخص مراتك. ملي تجي غير قول لي شنو كاين ونتلاقاو انا وياك ونهضروا، ما غناخذش من وقتك ولا دقيقه. كلشي غيقول ما كانش عليك تتلاقى معها وما كانش عليك تهضر معها. انا قلت الموضوع عنده علاقه بمرتي، خليني نشوف وقيلا راه عندها السر علاش مرتي هكاك غادا تفيدني. قلت لها واخا، قلت لها فين غادي نتلاقاو؟ انت راجل، انت مرات الراجل وانا راجل المراه، راه صعيبه شي شويه. عاوتاني قالت لي لا انت غير من تجي صيفط لي ميساج طلع السطح وانا غنجي عندك ونهضروا انا وياك. غير دقيقه ما غناخذش من وقتك بزاف، غير دقيقه. وهذا الشيء هذا راه في الصالح ديالك وفي صالح الزوجه ديالك، مسكينه راه درويشه ولا عمرها دار. قالت لي واستني وما تقولش لمرتك هذا الشيء هذا راه غتفهمها غلط، غير خليك معايا. ايوا واش نقول لك، ما كاين حتى شي مشكل. تلاقيت معاه، جيت من الخدمه، قلت للمدام انا غنخرج نكمي كارو برا. قالت لي مولف انت تكمي هنا؟ قلت لها لا، قلت لها لا راه بغيت نشم شويه الهواء نخرج برا. قالت لي واخا سير. خرجت انا، طلعت للسطح غنتسنى هذيك السيده، صيفط لها ميساج، طلعت عندي: السلام عليكم. وعليكم السلام بخير لاباس عليك؟ هانيه. قلت لها شنو الموضوع اختي؟ قالت لي شوف مرتك راه يمكن عندها شي مشكل نفسي، راه ديك الحاله اللي فيها راه عييت ما نهضر معها، عييت ما نبين ليها. وانا ملي قلتي لي البارفان راني فهمت باللي مرتك ما مديهاش في راسها. خلال الهضره ديالي معاها والجلاس ديالي معاها راه كنشم فيها بارفوا هذيك الريحه، وديك الريحه راه ما مزياناش، راه خصها عييت ما نهضر معاها ديها في راسها. راه السيده عندك راه عندها مشكل نفسي.